السلام عليكم متابعي ومشاهدي قناة عبدو برو. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا بنشر المزيد إن شاء الله. وفي الأجواء الرائعة من الجمهور المغربي انتظار أن نتابع فصول اللقاء الذي سينطلق بعد لحظات أيها السادة والسيدات. إذا المنتخب الوطني المغربي كما قلنا بالنسبة للتشكيل الأساسي ياسين بونو يضع على مستوى الحراس هذا توماس فوريل السلوفاكي وتوماس ستراكا مساعد الثاني على مستوى قيادة معطيات المباراة وكوتشيسل ثلاثي تحكيم هاتي المباراة بين المنتخبين. المنتخب الوطني صرح وليد اليوم امس من المنتخب الشيلي منتظر ان نتابع مباراة مفتوحة من جانب النخبة الوطني البحث عن الأهداف، البحث عن الأهداف من أجل من طرف المنتخب الشيلي. يضغط المنتخب الوطني سفيان بوفال ومخالفة لفائدة المنتخب الوطني، مخالفة يشير الحكم لفائدة المنتخب الوطني. سلال جميل من الجهة اليسرى من جانب المبدع أشرف حكيمي تسدد كرة ترتطم بحيث تصد منتخب الشيلي. يصاب على إثر ذلك لاعب منتخب الشيلي. سلبات نتابع في الصورة لاعب بولغار سددت بشفل يا سليم زياش. الانطلاقة من جانب زياش العرضية والتمريرة فرصة خطيرة. هنا الكنترول هنا المحاولة هنا التسديدة جات من طرف نصير المزراوي. أول تهديد لفائدة المنتخب الوطني. نتابع الإعادة استلام من حكيم زياش تحضير الكرة عبر عز الدين وناحي العرضية من عز الدين هنا ارتدت ثم محاولة استغلال من نصير مزراوي. البلجيكي يتحدث عن فئة أقل من 16 و 17 سنة. إذا حكيم زياش الراسية جميلة اللقطة الراسية كانت رائعة بعد الارتقاء كان من جانب نصر المنتخب الوطني. لاحظوا الدور الكبير على مستوى الضربة الراسية من طرف أشرف داري. راسية أشرف داري مرت محاذية عن القائم الأيسر لمرمى الحي لفائدة من المميز حكيم زياش يبحث عن العرضية. كرة خطيرة مغربية تعود فتي جمان عبر الجهة اليمنى. عرضية لمنتخب الشيلي. البحث عن التمرير خطيرة متابعة بعد كرة بينية جميلة كانت في اتجاه يوسف أنصير الذي بحث من أجل استغلال هذه البينية لكن خروج الحارس. يتواصل الضغط المغربي نفس التشميلة من حكيم مشات لأشرف في الخطورة فرصة وطالب بخطأ من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي وطالب بخطأ لفائدة أشرف حكيمي. حكم يشير بعدم وجود المخالفة. هنا نتابع تدخل كامل هذه اللقطة من طرف في إيصال الكرات هنا البينية حذاري خطيرة لمنتخب الشيلي. فرصة تسدد والكرة ترتطم بالقائم الأيمن لحسن الحظ. نقول لحسن كويس هنا يغطي دفاع يباع المنتخب الشيلي. نتابع ردة الفعل سلال جميل ورائع من طرف سفيان بوفال. حكم مطالب بتوجيه البطاقة الصفراء. سيكون هناك انذار في وجه لاعب منتخب الشيلي. يمرر هذه الكرة التغطية الدفاعية من الطرف اليسرى. لاحظوا انسلالات المميز سفيان بوفال طريقة جميلة والحكم يقول خطأ لفائدة منتخب الشيلي. مطالب بركلة جزاء أظن بأنه فيها الخطأ. أظن بأنه اللقطة فيها شك وبذلك هل كان هناك إسقاط. هنا نتابع اللقطة اللي أصيب على إثرها وسقط على الفرصة فيها الخطورة خطيرة. كان بإمكانه يمرر كان بإمكانه يستين ونحيم روغ شميل انطلاقة في الخطورة العرضية. تغطية دفاعية من جانب منتخب الشيلي. عز الدين ونحي من جديد. أشرف حكيمي طالت الكرة عن حكيمي لحكيم زياش. عرضية خطيرة جميلة اللقطة جميلة العرضية من حكيم ومتابعة سفيان بوفال.
مرت الكرة بسلام. نتابع إعادة هذه الكرة من طرف حكيم زياش، حضرها لنصير مصراوي. نصير تسدد، رائعة رائعة الهجمة للمنتخب الوطني. تفاعل كبير، ردة فعل جميلة جانب النخبة الوطني على مستوى البناء الهجومي. مرت مقوسات تسديدات، طريقة جميلة. سفيان بوفيل لحكيم زياش، زياش استلام، زياش سددها وبين الحارس برايان كورتيس. إذن تلعب الكرة. حكيم عبر القائم الثاني، فرصة خطيرة، مرت محاذية الكرة أمام المدافع أشرف داري. لاحظوا كما قلنا نقطة القوة بالنسبة للمنتخب الوطني في الكرات الثابتة حين وطني. تنفذ بسرعة من سفيان مرابط، ولو جميلة. سفيان بوفيل، بوفال يوسف انصيري، خطوات بينه وبين يوسف انصيري، يتحصل على إثر سفيان بوفال على ضربة خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تأتي في حدود دقيقة 29. لاحظوا الرادي بتاتا إدواردو بيريزو مدرب المغربي. حكيم زياش تسدد مقوسة لكن تستطيع بحيث صد منتخب الشيلي وتغادر ركلة الكرة الثابتة للمنتخب الوطني. ركلة ركنية راسية من نصير مزراوي، مرت بسلام على مرمى منتخب الشيلي. نتابع إعادة هذه اللقطة لشكل تنفيذ الركلة الركنية عبر القائم الأول. ارتقاب من نصير مزراوي، وليد الدين ناحية لحكيم. حكيم رجع اليسرى عرضية على المقاس، فرصة خطيرة، كنترول جميل من طرف سفيان بوفال. وناحي ارتطمت بدفاع منتخب الشيلي، والحكم يمنح ضربة المخالفة لعناصر المنتخب الوطني المغربي. هنا نتابع إعادة هذه اللقطة. تسديدة عز الدين وناحي ارتطمت بلاعب منتخب الشيلي، لاعب ميديل غاري مدافع الأوسط. هنا الخطأ لفائدة المنتخب. تمنح الهدف الأول للمنتخب. أشرف يسدد، خطيرة، جول، لكن مرفوض. الحكم يرفع الراية. تؤجل الفرحة للمنتخب الوطني المغربي، تؤجل الفرحة. تأخر الحكم المساعد، تأخر الحكم المساعد. هذا في حالة ما كان بالفعل هناك تسلل. نشوفوا اللقطة، نشوفوا اللقطة. تنفذ هذه كرة أشرف حكيمي. إذا هنا استفاد لاعب المنتخب الوطني أظن أشرف داري، بذلك الحكم رفض الهدف بداعي وجود التسلل. أرتورو فيدال، ضغط مغربي، افتكاك، محاولة فيها الخطورة خطيرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب الوطني المغربي. خطأ وهفوة دياس باولي في الصورة، وتمنح ركلة جزاء بعد عمل جميل كان من جانب عز الدين وناحي. لكم اللقطة والتدخل. هنا ضغط المتقدم، تمويه بلمسة يد واضحة يشير الحكم. بعد هنا الضغط قبل ذلك كان من طرف سليم سفيان بوفال. يلا سفيان، 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 جول، 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 جول لفائدة سفيان بوفال. وجنبات الملعب تهتز من طرف الجماهير المغربية، سعيدة جدا بهذا الهدف من طرف سفيان بوفال في حدود الدقيقة 66. هدف من طرف سفيان بوفال الذي فرض اسمه بقوة في الجولة الأولى وكذلك في تفاصيل الشوط الثاني. أقول مؤشرات إيجابية جدا بالنسبة للنخبة الوطنية للمنتخب الوطني المغربي في هذه المباراة أمام منتخب الشيلي. تسديد أقصى يمين مرمى الحارس، عملية تحضير، فرصة مغربية خطيرة، على منتخب الشيلي لحظات بعد دخوله، لحظات بعد دخوله بتسديده
لا تصد ولا تراد، أقول تسديدة عابرة للقارات تستقر في شباك مرمى براين كورتيس لتمنح الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي. نحن في مس الحاجة لمثل هكذا، لاعبين مؤثرين بإمكانهم أن يمنحون إضافة لحظة دخولهم. قلت لكم لاحظوا يعني حريث مباشرة في اتجاه عبد الحميد صبيري بدل مفهوم بالدارجة المغربية كما نقال، ما صبرش على منتخب الشيلي، يسدد الكرة تستقر في شباك براين كورتيس وتمنح الهدف الثاني لفائدة منتخب الحكم. ينهي تفاصيل المباراة، انتصار المنتخب الوطني المغربي.